فرحانين يا فولي، ضمنوا يبنوا الكوبري. فلا الله ولا فالك يا شيخ، يا راجل اطلب حاجه كويسه. ايه وهو الكوبري مش حاجه كويسه يا حلاق الغبره؟ الكوبري اللي هيعدوا عليه للبر التاني في كل لحظه في النهار والليل مجانا ومن غير فلوس، ولا الحجه اللي معديه ابو حجاج. الكوبري ده مش يبقى حاجه كويسه؟ مش سامحهم في كل حته في الكفر. المغنى بقت ليه لوحده، للكوبري لوحده، ودانك انطرشت. والعمل دلوقت مش هو ده الجواب اللي فرحهم وخلاهم يزمروا ويطبلوا؟ يبقى حتما ولازما اشوف الجواب ده، ويبقى هو ده برضه الجواب اللي هيخليهم يسكتوا ولا حدش منهم يستجري يفتح بقه. مش كده وبس، وكمان يرفعوا البندق في وش بعض. شايفين يا ولاد ابو راشد اللي انقتل الولد اهو؟ يا عيني شايفينه ماشي مدلدل راسه ازاي؟ كبدي عليه، كان ولده الوحداني. بيقولوا الاستاذ احمد لعب عليه حته لعبه جديده. مش حكايه الجواب؟ انت سمعت بيه؟ وحد في الكفر كله ما سمعش. وعارفين يا ولاد ولا واحد في الكفر كله مصدق ان الجواب ده من ربيع. لا في. مش قصدك الحاج ابو راشد؟ هو الواحد. لا وبنته وانت الصادق. احمد وقع في الغيط. اكيد يالا شافوه بعينيهم ومات بيقولوا كده. ايوه، امال فرح قلبي الحزين. يعني رقت خلاص؟ لا. لسه ايه؟ احمد كله مش مالي عينك؟ هي خبطه توزن العقل بصحيح، لكن برضه لسه. يعني ايه؟ عاوز حد يرد القلم؟ يا جماله يا جماله لما تحصل الليله على الحامي كده. هو في احسن من الحامي يا واد يا فولي؟ ما احنا قاعدين حاطين خدنا فوق ايدينا، وكل حي بيدهوس فينا شويه، مش عاوزنا نشم نفسنا. ولا تنساش كمان يا ابو مخ ضلم. بعمل ده كله مخي ضلم برضه؟ يا واد انت اللي بدلعك ولا موعد الا حد غيرك.